السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم حسام من قناة حود اف ام. مقطع جديد. طبعا كيف تركب الفلتر على انتاك الوكالة؟ في ناس كثير ما تعرف. اول شيء تجيب هذه القطعة. كيف تجيب هذه القطعة؟ من هذا حلو، مثلا تشتري من تشالح اي شيء، هذه القطعة اللي راكبة هنا، فقصيتها من هنا حوافها وبس. طبعا عليك من هذا عازل حراري، لكن والله أحسه مفيد مرة على المكيف. والله وصار بارد فرق عن أول. وأفضل فلتر عن نفسي أشوف سبكتر، الحجم كبير بعد، يعني الحجم كبير يجي بالملي بعد، لأن جربت كي إن بس الكي إن فتحته صغيرة وما في مقاسات، فالسبكتر أفضل، تجي فتحات كبيرة وعليها مقاسات صغير ووسط وصغير. هذا هو الفلتر. طبعا فكينا هذه فوق الفلتر، هذا لا تشيله، هذا فراشه ما ينجد ذي دخل من هنا. طبعا هذا لا تشيله، بس هذا شيله غطوه الفلتر، هذا عن نفسه لا تشيله. الحين نركب هذا هنا. وهذا الفلتر وهذا المقاسات. طبعا الصغير هذا ما نحتاجه، بس نحتاج اللي الوسط. طبعا نركبه هنا، وبعدين نركب هذه القطعة ونحاول نميلها شوية، مثلا مكان الفلتر كذا، يعني حاول مو مستقيمة، يعني ميلها كذا تجي، يعني خلها مايل عشان كذا، والفلتر يجي كذا شوي مايل، لأن خليتها مستقيم ما راح يركب. بس الحين نركبها ورجعكم. ركبنا هذا وركبنا الحساس، وزي ما قلت لكم أنا خلوه مايل شوية كذا يكون أفضل. الحين نركبه ونشوف. يا شباب توني أدري إن يدي تقطعت، شوف كيف أتوقع من هذه والله تقطع. شوف هنا فيه شخط، وهنا من جد شخط ترى شوف الجلد كيف طالع ما ينشاف وبس. يا جماعة الخير، كيف يدي تقطعت عشان سبكتر هذا الشعار كان تحت وانا احاول ادوره وقاس شوية، فهذا عدم يدي. بس والله هذا الشكل النهائي. طبعا حطينا هذه هو ثابت، افضل شيء لانه كان يتحرك، في يوم حطيت هذه صار تمام. وبس والله اتمنى استفدتوا من المقطع، وفي اشياء ان شاء الله كثير بسويها، يعني في اشياء كثيرة يعني كمان بلا واشياء، واللي يبغى يسأل برد عليه. بس والسلام.